في المقابل كابتن ابو الدهب وردا على الكابتن رضا عبد العال، ان نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت حصد العديد من البطولات. كان بيتعاقد مع اشرف بن شرقي، كان موجود اشرف بن شرقي، كان موجود فرجاني ساسي. الناحيه الثانيه يعني يقول لك ان الزمالك في الفتره اللي فاتت شهد بطولات كتير ما شهدهاش عبر تاريخه. شهد تعاقد مع صفقات مهمه زي فرجاني، زي اشرف بن شرقي، زي لاعبين كتير. فالناحيه الثانيه يقول لك ان مش عشان موسم حصل فيه اخفاق يبقى الناس تنسى ما حدث في المواسم اللي فاتت. لا خليني في البدايه اسلام، يمكن افكرك بلقطه يمكن احنا اتكلمنا عليها كتير جدا، كان في مباراه الجونه لما الكابتن الخطيب نزل الملعب وقعد مع الولاد واللعيبه، يمكن خسران دوري، اللعيبه كانت وحشه، حتى كان في ماتش اللي هو لو كان كسب كان دخل في المنافسه او رجع، لكن الكابتن الخطيب قعد مع اللعيبه، اتكلم بشكل كويس، كبر لعيبته، احترم لعيبته، حافظ على القوام الاساسي بتاع الفريق يا اسلام، ما حدش مشي، ما حدش قال ان الفرقه دي فلان السبب علان السبب، قفشه خسرنا، الشناوي غلط في مباراه بيراميدز، كل الاخطاء دي اتشالت، لكن انت النهارده حافظت على الفرقه، جبت مدرب فاهم، مدرب واعي مقتنع او عنده قناعه باللعيبه اللي موجوده ان هم دول يقدر يكمل بيهم او ياخد بيهم البطولات. لكن انت بدات في مباراه السوبر لما كسب السوبر الزمالك، وبعد كده ابتدى يخش في الدوري بشكل كويس جدا، دخل في افريقيا كان في دوري المجموعات ما كانش، يعني احنا قلنا ما كانش كويس بشكل جيد، ابتدى يشتغل على الاخطاء اللي موجوده، يشتغل على السكواد اللي موجود ببعض اللاعبين، مش مقتنع ببعض الشيء في لعيبه زي شادي حسين او برونو سافيو او لكن انت النهارده بتتكلم لا، النادي الاهلي قدر يحافظ على الفرقه، والراجل دخل وخد كل البطولات اللي دخل فيها، النهارده يبقى موسم تاريخي يا اسلام للجيل اللي موجود ده، النهارده انت النهارده واخد 5 بطولات من بدايه الموسم، في خلال 3 4 شهور انت واخد 3 أو 5 بطولات ولسه بتفكر ان انت تاخد تاني. يمكن انا قلت لك في اوقات كتير جدا، انا قلت لك النادي الاهلي بوظ الدوري المصري، فتره من الفترات بوظ الدوري المصري، ان انت النادي الاهلي بينافس نفسه، مفيش حد من المنافسه. تتكلم على الزمالك، لا كان عندك فريق من الفرق القويه، من الفرق اللي كان بيتعمل لها حساب، لكن كل اللعيبه مشيت، كل اللعيبه طفشت. انت كان عندك مدرب زي فريرا من المدربين الكويسين، بيعرف يتعامل مع بعض اللاعبين. ممكن وجهه نظرك ان في ناس تقول لك انه وحش، لكن ده كان في استقرار. السنه دي الزمالك دخل الموسم بمشاكل كتير جدا. فين يا عم؟ الكابتن ما دخل لا ده انت بص بص يا ابو الدهب عشان بس تبقى منصف، انت لغايه الدور الاولاني انت اول بفرق الاهداف. ما كابتن، ما انت فريرا دخل خد لك 2 دوري، وبعد ما مشي انت ما خدتش حاجه. مشي فين؟ ده هو السبب في كل اللي في نادي الزمالك ده فيه هو والناموس والاداره اللي انت فيه ده كله. بص انت لغايه ماتش اسوان انت الاول بالاهداف. طيب ماشي يا كابتن، ماتش اسوان ده كان الكام يا عم اسلام؟ ده قبل نهايه الدور الاولاني. قبل يعني كان في قبلها بماتشين 3 بنجيب بالظبط، كان في الاسبوع الكام. واخد بالك؟ يعني انت ماشي كان في استقرار. انت بقى سبب الهزه اللي حصلت دي، انت لو كسبت النادي الاهلي في السوبر كنت انت اللي كنت كده، والاهلي هو اللي كان بيفوز. انت كمان انت جبت صفقات يعني انت مشيت لعيبه ما جبتش الصفقات عوضتها اللي جت يا حبيبي. لا انت اهم من الصفقات، وانا قلت معاك مره يا اسلام، قلت لازم نغير فيريرا، حصل، وانت ساعتها قلت لي ازاي واخد 2 دوري انت وكاس مصر وانت بتتكلم، حصل ولا ما حصلش؟ ايوه واخد بالك؟ لا فيريرا ولا اسوريو يا كابتن؟ لو على ما عندهمش فكره. طيب ما كنت بقى خلي فيريرا، اخلي فيريرا ايه اذا كان الراجل شايلنا الطين يا كابتن؟ شايلنا الطين في واحد تاني. ده اسوان كسبتنا، المحله كسبتنا، الداخليه تعادلت معاك وانت كسبان بجون ضرب نار. هو الراجل كان قاعد على الخط قرفان، مش مبسوط، حاسس ان في مؤامرات بتتعمل. يا عم لو كسب النبي يا محمود خليك في النادي الاهلي، مالكش دعوه. يا كابتن النادي الاهلي ليه؟ طب انا في النادي الاهلي وفي الزمالك لما بنقول الاهلي كان وحش، انا النادي الاهلي كان وحش، بنقول الاهلي وحش، لكن انت الاهلي وحش لغايه ماتش النهارده وحش. خلي بالك والله العظيم يا كابتن، انا ما عاوز اتكلم على الزمالك لان الضرب في الميت حرام. لا اضرب عشان يفوق، لكن انا عشان يفوق، لان دي فرصه عمره. مش هيفوق قدامك 10 سنين عقبال الزمالك ما يفوق. بص يا عم، لا يا كابتن ما فيش. لا انا بقول لك هو هي هتيجي بص على الرصه وهيسيبك وماشي. اذا كان انت كمان ولادك اللي انت مربيهم مش عارف تحافظ عليهم، يعني انا ابني انا مربيه مش عارف احافظ عليه، هو عايز هتروح تجيب لعيب من بره هيمضي معاك ازاي؟ طيب في الاسبوع ال11 وانت ماشي اول، لو انت دوست بقى اسوان وبعد كده كان عندك الداخليه تعادلت معاه وبعد كده مش عارف ماتش وبعد كده المحله، انت مش الماتشات دي اللي بتلم فيها بناط عشان تاخد، يعني انت مثلا تيجي قدام الاهلي تتعادل او تخسر ده طبيعي لان فرقه بتنافسك. تمام. البيراميدز نفس الكلام، انما الماتشات اللي انا بلم فيها بناط عشان ان انا اتصدر اخسر فيها المحله واتعادل مع الداخليه واخسر اسوان،
يعني 8 بونت ده لازم اهبط، مش لازم ان انا ابعد عن ما المنافسه. ده مش شغل مدرب يا كابتن. ما اللعيبه وحشه في الملعب مين اللي بيلعبها يا كابتن. ما انت ماتش يا راجل، انت في ماتش اسوان دوت طيب ما ماتش انت الزمالك ما فوقتش الا في اخر ليه؟ دقيقتين. ما انت مضيع كتير على فكره. لا ما ضيعتش، والله ضيع ما في العارضة. ضيعتش. لا انا فاكر الماتش كويس يا راجل ده اسوان اللي مضيع يجي 6 انفرادات الشوط الاولاني. لكن انا بكلمك يا اسلام، بعد عدم الاستقرار في نادي الزمالك هو اللي وقع اللعيبه يا ابني الكلام على اللعيبه يا ابني لغايه ماتش اسوان ده كان في استقرار والدنيا زي الفل. امد اللعيبه وقع اللعيبه. النهارده التصريحات اللي كانت بتتقال على بعض اللاعبين، لا طب ما دي مشكله. اللعيب هيقعد ازاي مطمن ازاي لما انا النهارده بتتكلم عليا باسلوب وحش او مش بمنظر مش وحش، بمنظر وحش، اكيد مش هلعب ومش هدي، اكيد طيب. هخاف.